هذه إذاعة إرنا. المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات، متابعي ذات إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 4 من ديسمبر. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص حلقة اليوم لتناول تداعيات الحرب الأخيرة في إثيوبيا على إريتريا وتأثيراتها المستقبلية. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. إجلاء جرحى حرب إثيوبيين عبر مطار أسمرة. تصاعد التوتر بين الصومال وكينيا. رئيس الجبهة الثورية السودانية يعلن عن قرب تشكيل الحكومة الجديدة في الخرطوم. وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، كانت تلكم عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا الدولية من باريس. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. تم وعبر مطار أسمرة إجلاء حوالي 100 جندي إثيوبي من جرحى المعارك في إقليم تيغراي، والذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفيات صنعافي وعد قيح وبارنتو وغلاس. وشوهدت طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وهي تقل هؤلاء الجرحى، إضافة إلى 10 صناديق تحمل جثث قتلى من الجيش الإثيوبي. وكانت أعدادا كبيرة من أفراد الجيش الإثيوبي تتلقى العلاج في مستشفيات مختلفة في إريتريا، ففي مدينة صنعافي. وكما أشار سكان المدينة، فقد طلبت السلطات من السكان المدنيين مراجعة مستشفى عد قيح، والذي يبعد 25 كيلومترا إلى الجنوب، من أجل تلقي العلاج. وخصص مستشفى صنعافي بالكامل لعلاج جرحى المعارك من الجيش الإثيوبي. ذكر موقع بوابة أفريقيا المختص بالشؤون الأفريقية بأن الحكومة الاتحادية الصومالية وجهت سلسلة من الاتهامات الخطيرة إلى جارتها كينيا، متهمة إياها بالعمل على تخريب مصالح البلاد في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين. وقال وزير الإعلام في الحكومة الصومالية عثمان أبو بكر دبي في تصريحات للصحفيين أن كينيا عازمة على تخريب مصالح بلاده، وأن نيروبي تستضيف جماعات وشخصيات معارضة تتمثل مهمتها في العمل ضد الحكومة الصومالية. كما أشار الوزير بأصابع الاتهام إلى قوات الدفاع الكينية تحت قيادة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بسبب قرارات أحادية الجانب وسحب القوات من مواقع استراتيجية دون استشارة مع بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أو الحكومة الاتحادية. واتهم الوزير الصومالي الحكومة الكينية بالقيام بتخريب الأعمال التجارية الصومالية، بما في ذلك تدمير أبراج شركات الاتصالات الصومالية وتقييد حركة النقل الجوي بين البلدين، وعدم منح الصوماليين العاملين في كينيا معاملة لائقة. تأتي هذه التصريحات بعد أن طردت الصومال الاثنين الماضي سفير كينيا لديها على خلفية اتهامها لنيروبي بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. يذكر أن مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة في الصومال قد أصدر بيانا يوم الثلاثاء أعرب فيه عن قلقه البالغ من التأثيرات السلبية لتوتر العلاقات بين الصومال وكينيا على التجار والطلاب واللاجئين الصوماليين في كينيا، وكذلك المقيمين والمسافرين إلى الأراضي الكينية، محذرا في الوقت نفسه من تعزم العلاقات الصومالية مع جيرانها وتوظيف ذلك في الحملة الانتخابية للرئيس محمد عبد الله فرماجو. نقلت وكالة السودان للأنباء عن الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي إعلانه عن مشاورات جارية منذ أيام وأطراف في الحكومة والحرية والتغيير حول عدد الوزارات وإمكانية توسعة وتقسيم بعدها أو الإبقاء على ذات الوزارات القائمة الآن ونسبة كل كتلة، وحول تكوين مجلس شركاء الانتقالية وجدوى قيامه. أكد الدكتور الهادي أهمية هذا المجلس للتنسيق بين مكونات الفترة الانتقالية الأربعة: المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير الموقعين على سلام جوبا. وأوضح دكتور الهادي أن مجلس الشراكة والذي سيعلن عنه قريبا هو جسم جديد أنشئ بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلت على الوثيقة الدستورية بموجب اتفاق السلام بنص المادة 80،
وذلك لتفادي عدم التجانس والتنسيق الذي صاحب تجربة الشراكة في الفترة الماضية وعطل عمل مؤسسات الفترة الانتقالية. وأكد رئيس الجبهة الثوري أن هذا المجلس جسم تنسيقي يجمع بين كل مكونات الفترة الانتقالية لحسم أي خلاف قد يحدث منعا لأي تصادم في هذه المرحلة الدقيقة. ونوه كذلك إلى أن تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية سيبدأ بتشكيل مجلس الشراكة كخطوة أولى والمجلس السيادي ثم مجلس الوزراء، مبينا أنه سيتم قريبا الإعلان عن مجلس الشراكة وبعده مباشرة عن مجلس السيادي ثم مجلس الوزراء. أعلنت أسرة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان عن وفاته في باريس عن عمر ناهز 94 متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وكان الرئيس الذي يمثل يمين الوسط قد حكم البلاد لفترة رئاسية واحدة اتسمت بإقرار قوانين ليبرالية عديدة في البلاد، وانتهت فترته بفوز الاشتراكيين بالحكم برئاسة الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران، والذي حكم البلاد لفترتين رئاسيتين. بهذا الخبر من باريس مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. إجلاء جرحى حرب إثيوبيين عبر مطار أسمرة الدولي. تصاعد التوتر بين الصومال وكينيا. رئيس الجبهة الثورية السودانية يعلن عن قرب تشكيل الحكومة الجديدة في الخرطوم. وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان. استمعتم فيما مضى من وقت مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرينا الدولية من باريس. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. ونخصص حلقة اليوم لتناول أبعاد الوضع في شمال إثيوبيا بعد إعلان إثيوبيا انتهاء العمليات الحربية وسقوط عاصمة إقليم تيغراي مقلة، إضافة إلى الطلب الأمريكي بوقف الحرب وحل النزاع بالحوار. وسوف نركز في هذه الحلقة على تداعيات الحرب على إريتريا، فأهلا وسهلا بكم. هذه إذاعة إرنا. تابعتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد سقوط عاصمة إقليم تيغراي مقلة وانتهاء العمليات العسكرية هناك من ناحية أخرى، ونفيا للشائعات التي ترددت حول هروب دبريسيون غبرميكائيل حاكم الإقليم إلى جنوب السودان. أرسل الأخير رسالة نصية إلى وكالة رويترز للأنباء يؤكد فيها بأنه موجود ويقاتل الغزاة بالقرب من عاصمة إقليمه. وحتى ساعة إعداد هذا التقرير تتداول الأخبار حدوث معارك إلى الشمال من مقلة. وفي أقوى تصريح للإدارة الأمريكية حول الحرب، طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بوقف الحرب واعتماد الحوار لحل المشاكل وفتح الخطوط لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان إقليم تيغراي. وأكد الدور الإثيوبي المهم في الإقليم، وقال بأن المؤسسات الدولية جاهزة للتوسط. وجاء إعلان الوزير الأمريكي بعد إعلان إثيوبيا رسميا على لسان رئيس وزرائها انتهاء العمليات الحربية هناك. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ولكي نصل إلى تأثير الحرب على إريتريا ومواطنيها، نبدأ من السؤال: لماذا لم تصرح أو تتحدث الحكومة الإريترية عن الضربات الصاروخية التي تعرضت لها العاصمة أسمرة مرتين؟ ثم لماذا لم تتحدث الحكومة الإريترية حول القصف المستمر الذي وصل حتى أطراف مدينة صنعافة وأدى لمقتل مدنيين ونزوح الأسر نحو الشمال والغرب؟ الإجابة من طرفنا وقد طرحناها من قبل هي أن الحكومة الإريترية داخلة في الحرب ضد تيغراي، والظاهر للناس من اشتراكها في هذا الحرب هو السماح لقوات الجيش الإثيوبي باستخدام الأراضي الإريترية للالتفاف حول قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من الشمال، والسماح للقوات الإثيوبية بمعالجة جرحاها في المستشفيات الإريترية والتي هي أقرب إلى الجبهات، خاصة مستشفى صنعافة والذي قفل أبوابه أمام المرضى المدنيين
والذين طلب منهم الذهاب لتلقي العلاج في مدينة عد قيح وفتح مستشفيات بارنتو وجلاس في ضواحي كرن لعلاج جرحى المعارك من الجنود الإثيوبيين. وسكوت إريتريا عن تعرضها لضربات بالصواريخ وقصف مدفعي هو للتقطيع عن مشاركة الجيش في العمليات الحربية ضد قوات الويانة، وهو ما أكده مواطنون إريتريون باتصالات هاتفية بأن أبنائهم المجندين كانوا يؤخذون إلى الحدود الإثيوبية. إضافة لذلك تأتي تصريحات قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي أدانت مشاركة ما أسمته بقوات إيسياس في الحرب ضدهم، وسبق تصريحهم هذا التهديد بمعاقبة إريتريا بقصف أهداف داخلها، وهذا ما حدث فعلا. من الناحية الاستراتيجية فإن الحرب في صالح الحكومة الإريترية لأنها تزيل لها خطرا ظلت تعاني منه 30 عاما الماضية. ثانيا فإن الجيش الإريتري لن يفوت فرصة استرداد الأراضي المحتلة في بادمة والجبهة الوسطى، والتي كانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ترفض إعادتها إلى إريتريا، وكانت تضع القاعدة الشمالية بالقرب من مقلة كقاعدة ردع متقدم أمام أي محاولة من قبل أسمرا لاسترداد أراضيها. الملاحظ أن أول ما تفكك يوم 4 نوفمبر الماضي هو القاعدة العسكرية الشمالية التي هاجمتها قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وفر من فيها إلى إريتريا، وقام الجنود من تيغراي بتسليم أنفسهم لقوات إقليمهم، وبذلك زال أمام إريتريا الخطر العسكري الذي كان يمنع استرداد الأراضي الإريترية. ثانيا أن رئيس الوزراء الإثيوبي سيضمن لأسمرا استعادة الأراضي الإريترية فعليا، لأنها استعادتها قانونيا مرتين، المرة الأولى عندما حصلت على قرار التحكيم لصالحها، وثانيا بإقرار رئيس الوزراء الإثيوبي نفسه في اتفاق السلام على تنفيذ قرار المحكمة الدولية، وهو سيغض النظر أمام استعادة إريتريا للأراضي الإريترية المحتلة، باعتبار ذلك مكافأة لحاكم أسمرا لمشاركته في الحرب. هذه إذاعة إرنا. الرئيس الإريتري لم يرد الحديث حول اعتداءات الويانة بالصواريخ، لأنه يعلم أنها تأتي ردا على مشاركة الجنود الإريتريين في الحرب، خاصة وأن إيسياس أفورقي هو المهندس الحقيقي للحرب الحالية ضد تيغراي الخصم اللدود، ويعلم تماما أن هذه الفرصة الذهبية للانقضاض على الويانة وتحويلهم من حكام إلى مشردين ومجرمين تطاردهم الجيوش والشرطة في بلادهم. فمن ناحية أخرى سوف تستعيد إريتريا كل أراضيها المحتلة، وسوف يتحول أعدائها إلى مطلوبين للعدالة، وهذا إنجاز لم يتحقق أثناء الحرب مع الويانة، ولكنه الآن أصبح في متناول اليد، ولن يفرط فيه إيسياس أفورقي باعتباره الحلم الذي ناضل من أجله. لذلك فإن اقحام الجيش الإريتري في هذه الحرب سوف يؤمن مكاسب كبيرة لإريتريا من وجهة نظر الحاكم الأوحد في البلاد، ولكن تبقى هذه الفرضية مرهونة بالوضع في الإقليم. فهل استلام قوات الجيش الإثيوبي لمقلة ومدن أخرى في تيغراي هو نهاية للحرب هناك؟ وماذا سوف يحدث لو أن الحرب تحولت إلى حرب استنزاف طويلة المدى؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لازلتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص حلقة اليوم لتناول تداعيات الحرب على إريتريا. وكما أشرنا أعلاه فإن الحرب في شمال إثيوبيا تمثل فرصة ذهبية لحاكم إريتريا لإحداث تغييرات جذرية بالتخلص من العدو اللدود للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. والسؤال: هل سوف يسلم قادة الويانة أنفسهم للجيش والشرطة الإثيوبية ويعلنون انتهاء الحرب ويلقون أسلحتهم ويساقون إلى أديس أبابا ليقدموا إلى المحاكمة؟ اتجاه الأمور لا يشير إلى ذلك أبدا، بل الاتجاه هو المقاومة باللجوء إلى أساليب العمل العسكري الاستنزافي بعد إخلاء المدن الكبيرة، والاعتماد على إيقاع أكبر ضرر بالقوات الحكومية، وهو تاريخ طويل من المواجهات. أثبتت التجارب في أمريكا اللاتينية
وبعض الدول الأفريقية وأفغانستان والعراق نجاحه في زرع عدم الاستقرار ونزع زمام المبادرة من الحكومة وتحويل ليلها إلى نهار. ويشير البعض بأن وسائل المواجهات العسكرية الحديثة، خاصة استعمال الطائرات المسيرة الدرون، يمكن أن تقضي على مقاتلي حرب العصابات، ويضربون المثل بالمواجهة العسكرية الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان المسنودة من قبل تركيا، وتأثير الطائرات المسيرة على مجرى الحرب. ولكن هؤلاء ينسون بأن المواجهة هناك كانت بين جيوش نظامية لدولتين تستخدم فيها الدبابات والمدفعية والدفاعات التقليدية، وهنا يمكن لطائرات الدرون أن تلعب دورا حاسما، ولكنها لا تستطيع مطاردة المقاتلين في الجبال، خاصة وأنهم لا يعتمدون على الأسلحة الثقيلة التي يمكن تدميرها بسهولة من الجو. وعليه فإن ما ينتظر القوات الحكومية الإثيوبية في تيغراي سيكون امتحانا عسيرا ومفتوحا. والعنصر الحاسم في هذا الصراع ليس هو الأدوات، ولكن هو صراع الإرادات. وفي هذه الحالة سوف تواجه حكومة أسمرة كابوسا مستمرا، إذ سوف يتحول كامل إقليم تيغراي إلى هاجس أمني دائم لإريتريا، لأن عدم الاستقرار في الجوار معناه حرمان جنوب إريتريا وغربها من السلام ومن أي نشاط تنموي حقيقي، لأن هذه المناطق سوف تتحول إلى مناطق عسكرية، ولن يستطيع السكان المحليين العودة إليها وممارسة نشاطهم العادي والحياتي اليومي فيها. وعليه ستكون حكومة إريتريا قد فتحت صندوق باندورا بكل شروره بخوضها الحرب في تيغراي. هذه إذاعة إرنا. في النهاية لن يكون من السهل التنبؤ بكامل ما سيحدث في الأيام المقبلة، ولكن المؤشرات المتوفرة وما يمكن أن تفضي إليه ليس من الصعب تناوله أو التكهن به. ولو افترضنا أن الجيش الإثيوبي أحكم سيطرته على كامل إقليم تيغراي وطارد المطلوبين للعدالة، فما الذي يمكن أن يحدث في هذه الحالة؟ ستقلل الحكومة المركزية من الأنشطة العسكرية في الإقليم، وستحاول أن تكون الأمور عادية، ولكن حتى الإدارة المدنية في الإقليم ستكون ضعيفة، لأن الإقليم سيتحول إلى منطقة مواجهة عسكرية دائمة بين المتمردين والحكومة المركزية، ولن تستطيع الحكومة القضاء على عزيمة المقاومة، خاصة إذا انتشرت في أوساط السكان. وفي حالة الاستقرار النسبي ستقوم إريتريا بفتح الحدود مع إثيوبيا، وسيقوم التجار عبر معابر الحمرة بالدخول ودخول السلع، وقد يخفف ذلك من الضائقة التجارية في البلاد، ولكن سيكون الأمن الإريتري حذرا في التعامل مع التجار القادمين من إثيوبيا، مما يقلل فرص الاستفادة من التبادل التجاري. وعلى مستوى الدولتين ستعمل أديس أبابا وأسمرة على تفعيل اتفاقيات الموانئ، ولكن الملاحظ أن الفوائد الأولى الكبرى لميناء مصوع بالذات هي لإقليم تيغراي، إذن سيكون عامل الاستقرار في تيغراي نفسها محددا لمدى الاستفادة من عدمها من ميناء مصوع. أخيرا سيكون للتدخل الدولي وتورط دول الجوار في شكل من أشكال النزاع واحدا من المتغيرات الكبيرة التي ستحدد مسار منطقة القرن الأفريقي كلها. ولأن الحرب في إثيوبيا تؤثر على إريتريا والسودان ومصر والصومال وجنوب السودان، فكل بلد سوف يحدد مدى تأثره السلبي أو الإيجابي من هذه الحرب التي يبدو أنها ستأخذ بعدا جديدا بعد المواجهات المعلنة بين الطرفين. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وخصصناها لتناول تداعيات الحرب الأخيرة في إثيوبيا على إريتريا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وقبل نهاية فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إجلاء جرحى حرب إثيوبيين عبر مطار أسمرة. تم عبر مطار أسمرة إجلاء حوالي 100 جندي إثيوبي من جرحى المعارك في إقليم تيغراي، والذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفيات صنعافة وعد قيح وبارنت وجلاس. وشوهدت طائرة خاصة
تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، وهي تقول هؤلاء الجرحى إضافة إلى 10 صناديق تحمل جثث قتلى من الجيش الإثيوبي. تصاعد التوتر بين الصومال وكينيا. ذكر موقع بوابة أفريقيا المختص بالشؤون الأفريقية بأن الحكومة الاتحادية الصومالية وجهت سلسلة من الاتهامات الخطيرة إلى جارتها كينيا، متهمة إياها بالعمل على تخريب مصالح البلاد في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين الجارين. رئيس الجبهة الثورية السودانية يعلن عن قرب تشكيل الحكومة الجديدة في الخرطوم. نقلت وكالة السودان للأنباء عن الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة جيش تحرير السودان إعلانه عن مشاورات جارية منذ أيام بينهم وأطراف في الحكومة والحرية والتغيير حول عدد الوزارات وإمكانية توسعة وتقسيم بعضها أو الإبقاء على ذات الوزارات القائمة الآن ونسبة كل كتلة. وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان. أعلنت أسرة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان عن وفاته في باريس عن عمر ناهز 94 متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وكان الرئيس الذي يمثل يمين الوسط قد حكم البلاد لفترة رئاسية واحدة في السبعينات اتسمت بإقرار قوانين ليبرالية عديدة في البلاد، وانتهت فترته بفوز الاشتراكيين بالحكم برئاسة الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران والذي حكم البلاد لفترتين رئاسيتين. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabic@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا. تقبلوا تحيات محدثكم فتحي عثمان وتحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إيرينا.